دايما كده في الكوره بتلاقي في لعيبه مظلومه، لعيبه ما بتاخدش حقها كده، بتحس ان محدش بيتكلم عنها، محدش مهتم بيها رغم انهم كانوا لعيبه كويسه. ولكن هي الكوره كده دايما، وانا بصراحه نقطه ضعفي اللعيبه المهدور حقها، عشان كده بحب اتكلم عنهم. والاسم اللي معانا النهارده هو مدافع مصري بدرجه محارب. الاسم اللي هنتكلم عنه النهارده هو حماده طلبه. حماده طلبه من نوعيه اللعيبه اللي تخش قلبك بسرعه لو لعب في فرقتك، او لو حتى وانت بتتفرج عليه في اي فرقه عموما. لعيب راجل دايما لما هتحتاجه هتلاقيه بيسد معاك في اي حته. يعني مثلا حماده طلبه ده راجل ما بيلعبش بشماله، العب باك شمال يا حماده حاضر، طب العب مساك يا حماده حاضر، العب باك يمين يا حماده حاضر. هتعوزه في اي حته هيقول لك اه، هتعوزه في اي مكان وباي دور برضه مش هيقول لك لا. لعيب مقاتل، وانا بحب بصراحه نوعيه اللعيبه دي. يعني حماده طلبه ممكن ما يكونش امكانياته الفنيه احسن حاجه، لكن اهم ميزه فيه واكتر حاجه كانت بتميزه ان انت لما بتبقى محتاجه بيبقى دايما موجود وبيسد معاك. وطبعا ما ينفعش نقول حماده طلبه من غير ما نذكر اهم لقطه واشهر لقطه في مسيره حماده طلبه كلها مع منتخب مصر في 2016